هنا اكتر من كنوز مصر. وطبعا لما ربنا حب يحافظ عليه الظاهر عمل حركه. طبعا القوميه برضه يعني فتنوا عليه لما بقى جاء ضد المصري مع اليهودي، فهرب وقعد 40 سنه بره في الوادي. وربنا في القران وفي الانجيل ظهر له في العليقه اللي هي العوسجه وندم عليه وقال له موسى ارفع نعلك برجليك لانك بالوادي المقدس. قال له مين انت؟ انا يهو عند الله يرى. قال له تروح تطلع الشعب بتاع من مصر. وفعلا ربنا كرمه والاخر عشان القصه طويله. مش بس موسى جه مصر، لا، ارميا جه مصر، ارميا النبي جه مصر، وبعدين السيد المسيح والعائله المقدسه ومعهم سلومه. انا بصراحه بعيب على الاباط انهم بقى بيصوروا المسيح ويوسف النجار بس والطفل المبارك سلومه قريبه العدل، وسلومه ام يوحنا وام يعقوب ومن العيله، وهي يعتبر خالة العدل ما سابتهاش طول فتره الرحله. ويوسي ابن مريم الاخرى اخت العدل جه معاهم هنا مصر، وحتى لما تعب دفنوه في الدير المحرة. عشان كده ربنا بارك مصر وهوى مصر وناس مصر، ومصر محبوبه جدا عندنا، ولازم نحافظ على بعض ونحب بعض. وحيث يوجد الحب يوجد هناك عدوان. مع المحبه تختفي الطباع الوحشيه. يعني مره اخواتي المسلمين لما كانوا بيزوروني الله يرحمه احمد سالم قال لي يا اخويا ما تيجي الشبان المسلمين عايزين ما تيجي تكلمهم. رحت كلمتهم كم مره بقول لهم عايز اقول لكم حاجه. يعني سيدنا نوح لما كان في الفرن الاسد كان بيجي له في قفص، ولا الطريشه دي اللي بتبخ في الناس تنشفه جابت له في غلق؟ لا، كل حاجه جات له كده. طب ليه؟ لان حيث الحب هو الله محبه. مش معقوله الخليقه تزعل على الخالق اللي خلقها. فطبعا هو قلبه مطمن ان ربنا معاه، فكان كل الحيوانات تخش وهو مبسوط جدا جدا جدا. عشان كده المحبه مش ممكن هي الله، والله محبه، والانسان اللي بيتحلى بالمحبه ما يخافش من اي شيء. حتى ان برضه السواح عاشوا في البراري والكفار ما خافوش من الوحوش، بيستانسوا الوحوش. حكت لهم قصه يمكن تعرفوها، قصه القديس متى الفخوري لما كان صديق للدوبتين. هو كان واقف يصلي مره في التاريخ ده قبل من كان ده في القرن الرابع الميلادي، والدوبه بقى فاكره عايزه كيسه عيش ولا حاجه، خبطت الباب كده وحبت فاكر ان هو عايز رغيف ولا حاجه، زي ما هم مولفين على بعض. فطبعا ما كانش زمان، ما كانت يعني كان بيحط الهدوم بتاعته في بوجه قدامه كده، فخد البوجه بقه وخد مشي وراه. فوديته عند البحر بتاعها، كانت والده 3 عمي، فصلى له وفتحه، فما رضيش تخليه يرجع بالبوجه، رجعتها له تاني. وكانوا دايما يجوا يقعدوا قدامه. عشان كده نلاقي السواح والقديسين انس الوحوش ليه؟ قلبهم نقي، الله حلل فيهم، ربنا مهد عليهم. وزي ما ربنا قال في على لسان داوود النبي اللي عندنا وانتم عارفينه، اذا ارضت الرب طرق انسان جعل اعداءه يسلمون. الانسان المؤمن الحقيقي بتاع ربنا ملوش اعداء، حتى الوحوش تخضع له وتحبه. عشان كده ربنا يديكم نعمه وبركه، ونحب بعض ونخاف على بعض ونواسي بعض. ومن يرى ان يعمل صلاح ولا يعمل فذلك خطيئة له. انا هناك 47 سنه مش قدامكم، انا خدام للجميع، لا افرق ما بين مسيح ومسلم ولا غيره ولا غيره ولا غيره. اللي اقدر اعمل عليه عملا بالايه التي تقول من يرى ان يعمل صلاح ولا يعمل فذلك خطيئة له. عشان كده حيث يوجد الحب يوجد هناك عدوان. مع المحبه تختفي الطباع الوحشيه. انا اشكر الابنه المباركه اللي ادتنا بركه محبتكم واشوفكم، وربنا يدوم المحبه والسلام له المجد الدائم الان والابد.